المؤسسة العسكرية شريك أم متربص؟ برضو القضية منهجية أن نعالجها. المؤسسة العسكرية دي شريك في التغيير اللي أنت عملته 11/4 ده، ولا هي متربصة بالتغيير ده؟ إذا هي شريك في التغيير، طيب هنا عندنا تجربتين معاه. عندنا معاه تجربة في أكتوبر، وعندنا معاه تجربة في أبريل. وفي التجربتين ديل شهدت مؤسسات الأمم المتحدة أنه انتخابات أكتوبر وانتخابات ما بعد ثورة أكتوبر وانتخابات ما بعد ثورة أبريل كانت أنزه انتخاباتهم في إفريقيا. الجديد شنو؟ الجديد شنو في القصة دي؟ أنه الآن فجأة المؤسسة العسكرية بقت ما شريك، بقت عبارة عن متربص وكذا يعني. طيب الجديد هو شنو؟ ده النقطة رقم 8 اللي أقولها. الجديد المعامل الدولي. الجديد أنه في أكتوبر وفي أبريل ما كان في تدخل دولي سافر في الثورتين دين ومساراتهم زي ما حصل في التغيير بتاع 11 أبريل. وأكبر دليل على ذلك في عبارة خطيرة جدا قالها شهاب، ده وأنا كتبتها بالنص. شهاب قال أنه الاتفاق الإطار ده حصل نتيجة الجلسة تمت في بيت السفير السعودي وكذا وكذا كذا. قالوا ممكن يكون أنه الشارع عنده تأثير كده. قال كده، قال ويمكن لا ويمكن يكون كان في دور للشارع، يمكن. يعني هو معترف بأنه العامل الرئيسي في الاتفاق الإطاري بنسبة 90% التدخل الدولي، والشارع بنسبة 10%. دي ما نسب أنا وزعتها أنا، دي نسب قال شهاب ده الآن. في لو كلامكم موثق بعدين شهاب ده أرجع للقصة دي. يجب أن السلطة يسلمها لقوة مدنية. في مفهوم التجريدي ما في حزب سياسي محترم يقول لك أنا ما داري حزب السلطة يسلمها لقوة مدنية. لكن قوة مدنية دي مشكلة. إذا قوة مدنية حزبية زيها أنا ضد القصة دي تماما ولو بقت أي حزب. إذا قوة مدنية مستقلة تخطط للمرحلة الانتقالية من منصة مستقلة ما في مشكلة. العبارة بتاعت أنه العسكر للسكنات والعسكر ما يدخلوا في السياسة، هل في سياسة محترمة الآن في العالم ده كله يقول لك لا حقوا العساكر دي يدخلوا في السياسة؟ عشان ما تزايدوا علينا. احنا ما قاعد نقول العساكر يدخلوا في السياسة، لكن تجربة ال4 سنوات أثبتت ديكتاتورية العساكر أرحم من ديكتاتورية المدنيين. وجودنا ده الآن أكبر دليل. في زمن قحط ما كان ممكن الثلاثة كده يتكلم مع بعض. الآن العساكر حاكمين، أنا ضد الاتفاق ده قاعد أتكلم عادي، وعادل خلف الله ضد الاتفاق قاعد يتكلم عادي. لكن لما كانوا المدنيين حاكمين، أنا لما اتكلمت ضد المدنيين أنا اتسجلت 23 شهر. لما اتكلمت ضد الاستبداد المدني ده. فالاستبداد ليس دبابير على الكثير، الاستبداد سلوك سياسي. فالآن قصة استبدادية المدنيين ما كان ممكن يا عادل خلف الله. بس كنا ممنوعين من تلفزيون السودان كله، ممنوع مش تلفزيون السودان، القطاع الخاص، القنوات الفضائية الخاصة دي بتاعت الاس 24 دي وبتاعت الهلال وبتاعت كده، كان الرشيد سعيد بدق تليفون بيمنعهم يدسوا اي علاقات معنا هنا. الان نحن انا معترض على الاتفاق الاطاري، وعادل خلف الله معترض على الاتفاق. ممكن يعمل ندوه عادي حسب عادل خلف الله ده كان في دار الحزب ولا كان في قاعه الصداقه، وانا دلوقتي ممكن اعمل ندوه عادي. فهي ديكتاتوريه، يعني ده ما منتخبين برضه العساكر ده ما منتخبين برضه، دي قوه بتاعت شوكه يعني ما قوه منتخبه يعني. لكن ارحم بينا من القوه شنو؟ المدنيه لما كانت مستلمه. وممكن اديك 300 مثال. ده لوحي انا ده، وانا احد ضحاياه يعني. ممكن اديك 300 مثال في المقارنه ما بين استبداد العساكر الحسا واستبداد المدنيين زمان اللي كانوا حاكمين كده. فالتجربه القحطاويه اللي فاتت دي ما الجايه اللي فاتت دي عملت شنو؟ عملت الفساد نموذجين ما حصلوا قبل كده. كيف؟ زمانك الفساد بتاع السلطه انه بياكلوا المال العام. يعني الحزب السياسي الفاسد ده دول قاعد بيشيل المال العام. ناس قحط شالوا المال الخاص من المال العام. يعني اكلوا القروش بتاعت الحكومه ومشوا صادروا ممتلكات افراد ناس قطاع خاص. لذلك الان لجنه التمكين دي في مئات البلاغات من قطاع خاص حق حق خاص في مواجهته. دي طبعا بدعه
ما حصلت قبل كده. ثانيا المال بتاع الحكومه ده ذاته كان بيفسد بتين بعد ما يتورد للحكومه، بعدين بيعملوا تصاديق، يعملوا ما عارف شنو يشيلوا. ديل نزعت ديل المال ذاته مما يشيلوا بتاع المؤسسه قبل ما يرجعوا الحكومه بياكلوا. عشان كده قامت الملك انتوا احنا استلمنا، يعني انتوا لسه ما رجعتوا الحكومه يعني. فالظاهرتين دول في الفساد ما حصلوا قبل كده. الزول اللي بيفسد ده مال الحكومه ده بعد ما يجي عند الحكومه بيشيله، وبيشيل مال عام بس ما بيشيل مال خاص. بعد كانت بتشيل مال خاص وكانت بتاكل قروش الحكومه قبل ما تصل شنو؟ قبل ما تصل الحكومه.